واللي انت بتعمله يا عصام يا شوالي ده ما ينفعش، خلي بالك. بعد المقدمه التاريخيه اللي قالها عصام الشوالي في ماتش ارسنال والسيتي، مجموعه القنوات اللي بتنقل الماتشات دي بتدعو المعلقين بتوعها للحياد السياسي، ومش عايزه المعلقين يدخلوا السياسه في الكوره، وطلعوا واعترفوا ان تعليق عصام الشوالي ما كانش مناسب. لكن لما روسيا ضربت اوكرانيا وفضلوا حاطين اللوجو بتاع اوكرانيا كده، باشا احنا ما بندخلش سياسه، لا ده مش سياسه. ده ايه السياسه في ان احنا نحط اللوجو بتاع اوكرانيا؟ مش سياسة خالص. شعب اوكرانيا دول بني ادمين، لكن اخواتنا في فلسطين لا، دول مش بني ادمين. ليه بقى؟ لان البني ادمين دول اللي في فلسطين دول هيختلف عليهم المادة هتعجز معانا لو احنا دعمناهم. ما احنا ممكن الدوري الانجليزي يتسحب مننا اصلا، فاحنا اي عرب في ازمة مش هندعمهم، لكن اي اجنبي في ازمة احنا بنقدم كل الدعم. نحط اللوجو بتاعهم كده، نحط اللوجو بتاعهم كده، نحط اللوجو بتاعهم كده، مش مشكلة، مش هتفرق. لما تبقى القضية قضية عربية، لا ما ينفعش ان احنا نتكلم ونخلط الكرة بالسياسة. واللي انت بتعمله يا عصام يا شوالي ده ما ينفعش، خلي بالك. اللي انت بتعمله ده ما ينفعش ومش مناسب. التزم يا عصام يا شوالي بالحيادية، التزم بالحيادية، احنا ملناش علاقة. هي دي القنوات اللي بتنقل، قنوات للأسف أصلها عربي.